ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن اليوزر ريسيرش. هنفهم مع بعض ايه هو اليوزر ريسيرش وايه الهدف منه وازاي اخطط له، وهنعرف مع بعض ايه طرق الريسيرش المختلفة وامتى استخدمهم. اليوزر ريسيرش هو عبارة عن تحقيق منهجي للمستخدمين عشان تقدر تجمع اكبر قدر من المعلومات عشان يساعدك في عملية التصميم. وبمساعدة طرق ريسيرش مختلفة هتقدر تفهم احتياجات المستخدمين وتصرفاتهم والمشاكل اللي بتواجههم. واليوزر ريسيرش في الطبيعي هو بيتم في بداية المشروع، ومن المهم جدا ان هو يفضل شغال طول ما المشروع شغال. وانا اليوزر ريسيرش عندي بيتم من خلال طريقتين، يا اما كواليتيتيف ريسيرش او كوانتيتيف ريسيرش. تعالوا نشوف ايه الفرق بينهم. الكواليتيتيف ريسيرش هو عبارة عن داتا بتنتج عن كيفية تفكير المستخدم والأحاسيس اللي بيشعر بيها، وده بيساعدك إن أنت تفهم آراء المستخدم والمشاكل اللي بتواجهه وأسبابه ومحفزاته. الكوانتيتيف ريسيرش هو عبارة عن داتا رقمية بتقدر تقيسها وتحللها وبتركز أكتر على الإحصائيات. واليوزر ريسيرش نادرا لما بيعتمد على نوع واحد من الداتا كوليكشن او تجميع البيانات، وفي الغالب بيعتمد على النوعين الكواليتيتيف والكوانتيتيف ريسيرش، وده بيساعدني ان انا اكون صورة اكبر، والداتا اللي جمعتها اقدر اطبقها يا اما على منتج اوريدي موجود عشان اساعد ان انا احسنه، يا اما اطبقها على منتج جديد لسه هيتعمل. ومن خلال تجميعك للبيانات عن طريق اليوزر ريسيرش هتقدر تفهم مين هم المستخدمين بتوعك، ايه الاحتياجات بتاعتهم، وايه الحاجات اللي في الطبيعي بيعملوها وبيحبوا يعملوها ازاي. طب ايه الهدف من اليوزر ريسيرش؟ اليوزر ريسيرش بيساعدك ان انت تفهم المشكلة عشان تقدر تحلها، وكمان بيساعدك تفهم مين هم المستخدمين بتوعك وهيستخدموا المنتج او الخدمة بتاعتك ازاي، وكمان بيساعدك تفهم احتياجات المستخدم منك كديزاينر. واليوزر ريسيرش بيأكد ان انت بتعمل التصميم علشان المستخدم، وده اهم مفتاح عشان تصمم منتج ناجح. طب انا ازاي اقدر اخطط لليوزر ريسيرش بتاعي؟ انا عشان اخطط لليوزر ريسيرش بتاعي من الكويس جدا ان انا يكون عندي ميكس او خليط من الكواليتيتيف والكوانتيتيف داتا لما اجي اجمع البيانات، عشان ما يحصليش مشكله في حاجه اسمها الفاليو اكشن جاب، وده ممكن يخلي الكواليتيتيف داتا بتاعتي غير معتمد عليها. طب ايه هو الفاليو اكشن جاب؟ الفاليو اكشن جاب هو عبارة عن برنسبل او مبدأ بيقول ان الناس مش دايما بتعمل اللي هي بتقول عليه. يعني مثلا لو انا عملت سيرفي على شراء جهاز و60% من المشتركين في السيرفي دوت قالوا ان هم very likely او غالبا جدا ممكن يشتروا الجهاز دوت في خلال 3 شهور، وبعد 8 او 9 شهور 12% بس من المشتركين هم فعلا اللي اشتروا الجهاز. فانا ساعتها لو كنت معتمد على الكوانتيتيف داتا بس كان ده هيعمل لي مشكلة. فانا من الكويس جدا ان انا يكون عندي ميكس او خليط من الكواليتيتيف والكوانتيتيف داتا. وانا اليوزر ريسيرش عندي بيتم من خلال طريقتين، يا اما كواليتيتيف ريسيرش او كوانتيتيف ريسيرش. تعالوا نشوف ايه الفرق بينهم. هنبدأ بالكواليتيتيف ريسيرش، ومن طرق الكواليتيتيف ريسيرش عندي الانترفيو. انا ممكن اعمل مع اليوزر انترفيو 1 تو 1 بمجرد ان انا هسأله شوية اسئلة عن المنتج علشان اقدر افهم التفاعلات بتاعته والافكار والمشاعر اللي هو حاسسها تجاه الخدمة او المنتج اللي انا بقدمه. عندي طريقة تانية اسمها فوكس جروب. الفوكس جروب هو عبارة عن مجموعة من الناس اتجمعوا مع بعض عشان يتكلموا عن منتج أو خدمة معينة عشان يقدروا يجمعوا أكبر قدر من المعلومات. وفي طريقة تانية وهي الفيلد ستادي، وفيها بتجه ناحية بيئة المستخدم علشان أقدر أتابع تصرفاته وأسجلها. وعندي طريقة تانية وهي الكارد سورتنج. والكارد سورتنج بيبقى مفيد لو أنا عندي قدر كبير من المعلومات مش عارف أربطه ببعض، أقدر إن أنا أكتب المعلومات ديت على كروت وأجمع الكروت المتعلقة ببعضها في جروبس عشان أقدر إن أنا أربطهم ببعض. ودلوقتي هنتكلم عن الكوانتيتيف ريسيرش، ومن طرق الكوانتيتيف ريسيرش عندي اليوزر سيرفي. اليوزر سيرفي هو عبارة عن استبيان بيستهدف مجموعة معينة من المستخدمين، ودي بتبقى طريقة كويسة جدا لجمع أكبر قدر من المعلومات. عندي طريقة تانية اسمها فيرست كليك تيستنج. الفيرست كليك تيستنج هو عبارة عن اختبار بيحلل ايه أول حاجة المستخدم هيدوس عليها علشان يكمل المهمة اللي هو بيعملها. وفي طريقة تانية وهي الاي تراكنج. والاي تراكنج بكل بساطة هو ان انت بتتابع نظرة عين المستخدم علشان تقدر تشوف اللي هو بيشوفه. عندنا طريقة تانية اسمها الهيت مابينج. والهيت مابينج هو عبارة عن خريطة بتوضح ازاي المستخدم بيدوس وبيسكرول خلال الويب سايت. واخر طريقة عندنا هي الاي بي تيستنج. والاي بي تيستنج هو عبارة عن ان انا بقارن بين صفحتين من الويب سايت علشان اشوف المستخدم بيميل لانهي صفحة فيهم. وبكده نكون اتكلمنا مع بعض عن اليوزر ريسيرش، وعرفنا مع بعض ايه هو اليوزر ريسيرش وايه الهدف منه وازاي بنخطط له وايه انواع اليوزر ريسيرش وامتى استخدمهم. اتمنى اكون افدتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي.